إن الله جواد يحب الجود، والجود من صفات المؤمنين، وأفضله الجود بالنفس لله، ثم الجود بالعلم، ثم الجود بالمال، فبه ينشرح الصدر وتحصل البركة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبالجود يصون الإنسان عرضه ويحفظ كرامته، وبه تحصل الألفة والمحبة بين الناس، وهو من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى